السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده فيديو جديد وتورتايه جديده، وعايزه اقول لكم بقى ان تورتايه النهارده دي بالنسبه لي انجاز، لان حكايتها حكايه، وهقول لكم تفاصيلها وحكايتها واحنا شغالين، وليه هي بالنسبه لي انجاز. المهم ان احنا نركز في الفيديو، في تفاصيل كتير جدا مهمه، من اول الكيك عشان خابزين مقدار جديد لحد شغل التورته كله. في حاجات حلوه هتفيدكم، وفي اخطاء هنتعلم منها عشان ما نكررهاش تاني. النهارده المقدار انا خابزه 160 جرام من الدقيق، يعني تقريبا كوبايه ونص وعليهم معلقه، باربع بيضات. خبزت مقدارين، يعني خبزت المقدار ده مرتين في صاجين، صاج هنعمل منه التورتيه بتاعتنا والصاج التاني شغل تاني خالص. التورتيه بتاعتنا مقاس 22، فانا هجهز الكدر 22 وابدا اقطع التورتيه بتاعتي او الديسكات بتاعتي. لكن قبل ما اشتغل هجهز الحشو اللي هو موس الفانيليا. هحط ربع كيلو من الموس يتضرب مع كوبايه ميه متلجه، وهبدا ازود الميه بالتدريج واحده واحده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. المقادير هسيبها لكم كلها في صندوق الوصف، مقادير الكيك وكمان مقادير الموس اللي احنا استخدمناه النهارده. هجهز بقى الكادر بتاعي عشان اقطع. انا هقطعها النهارده 4 ديسكات، وهستخدم في الاربع ديسكات الربع كيلو موس كله، لان انا هحط كميه حلوه قوي او كميه عاليه من الحشو بتاعنا. الصاج ده 30 في 40. طلعت منه ديسكين سلام، وديسك هنطلعه دلوقتي من الربعين اللي على الاطراف الصاج دول، هنحطهم بنفس الشكل ونطلع ديسك يكون مقسوم نصين. اما الديسك الرابع بقى فكان مشكلة، يا اما اطلعه من الصاج بتاع الشغل التاني وده هيبقى بالنسبة لي طبعا عجز، يا اما اطلعه بقى من بواقي الكيك كله. ازاي؟ ان انا جهزت الكادر وظبطت المقاس كويس وثبته على الرخامة، وبدأت احط جواه قطع الكيك لحد ما وصلت لشكل ديسك سليم كأنه متقطع عادي خالص، بس طبعا هو كله متوصل. وطبعا ده كيك نفس الاسبونش اللي احنا مقطعينه، يعني ولا حاجة بايتة ولا حاجة في الفريزر، ولا حاجة، كله طازة فريش. جهزت خلاص الديسكات بتاعتي. هجهز الحشو بقى. انا هحشي فاكهة، كمبوت خوخ واناناس، وعندي مش فريش وخوخ كمان فريش قطعتهم. وادي الموس بتاعنا جاهز. طبعا الموس مش بيهيش زي الكريمة، ده لو ربع كريمة كان طبعا ملل العجان كله. هبدأ حشو التورتايه بتاعتي، وافضل طريقة للحشو هو ان احنا نحشي جوه الصينية اللي احنا خابزين فيها. وبما اني ما عنديش صينية فبحط الكادر على نفس المقاس وبغلفه من جوه بورق فاكيوم. طب انا بحشي دلوقتي على قاعدة او بورد اصغر من البورد اللي انا هخرج عليه التورتايه ده، عشان بس اعرف ادخلها الفريزر. هو البورد ده تقريبا مقاسه تقريبا 24، يعني هو يدوب يدخل معايا الفريزر. هحط بقى كمية حلوة، حطيت كمية حلوة من الموس، وهحط بقى الفاكهة بتاعتي واوزعها طب كده في جوانب التورتيه كلها، عشان اللي يجي يقطع تبقى كل قطعة مليانة من الحشو الفاكهة، وكمان طبقة حلوة كده من الموس بتاعنا. هحط بقى في النص الديسكات اللي متقطعة. ده الديسك بقى اللي احنا طلعناه من كل قطع الكيك اللي كانت باقية. بصوا هتلاقوه هيتظبط ومش هيبان نهائيا. وعلشان بقى يبقى متماسك كويس هنديله تشريبة حلوة كده من السيرب بتاعنا اللي هو شربات الحلويات الخفيف، ونحط عليه كمان طبقة حلوة ومحترمة كده من الحشو، ايا كان الموس اللي انا عاملاه او الكريمة لو انت عايزة تحشي كريمة عادية، وطبقة حلوة طبعا كده من الفاكهة. وتالت حاجة بقى مهمة جدا، ان احنا لازم ندخل التورتايه اللي فيها تقطيع دي الفريزر قبل ما تتقفل كريمة من بره. لازم تتجمد عشان كل ده يمسك مع بعضه، وكمان التجليس بتاعك يكون سهل عليكي، وكمان لما تيجي تتقطع بقى اصحابها يقطعوها كده ما بتبانش نهائيا ان هي قطع كيك متوصلة. تمام. وزي ما قلنا دي قطع كيك من نفس التورتايه اللي مخبوزة ومتقطع منها كل الديسكات بتاعتها. هنكمل بقى التورتيه بتاعتنا لحد ما نوصل لاخر ارتفاع. هي 4 طبقات من الكيك، وواخده الكريمه الربع الموس كله. بعد كده هدخلها الفريزر. دي قعدت ساعتين بس في الفريزر. انا عموما اي تورتيه بتقعد عندي ليله كامله، لكن التورتيه دي لها حكايه تانية خالص هقول لكم عليها برضو. هنا الطبارات اللي هستخدمها في التورتيه هي صوره صاحب العيد ميلاد، وكمان اللي هو عربيات برق بنزيمة. هنبدأ نجهزها في الاستكات بالمسدس الشمع. بعد ساعتين طلعت التورتايه بتاعتي، وبدأت ان انا اخدها كده بمعلقة كده من الكريمة علشان اداري الكيك كله،
وابدأ بقى اغلفها. انا استخدمت كوباية الا ربع من الكريمة، عليها معلقة ممسوحة من الكريم باستري، وزيها معلقة ممسوحة برضو من السكر البودر. مش بكتر في السكر البودر لان الكريم باستري بيبقى برضو مسكر، ومش بكتر في الكريم الباستري لانه بيخلي الكريمة تقيلة قوي، فانا بخليه يعني مع الكوباية عليها معلقة، يدوب كوباية الا ربع عليها معلقة ممسوحة، علشان الكريمة بتاعتي تطلع ناعمة. لو كترت الكريم باستري التورتاية هتضطري تديها مية بزيادة، فهتنعم معاكي قوي في الحر ده ومش هتبقى ظريفة. لكن خلي الكريم باستري في المعقول علشان ما تضطريش تدي مية زيادة للكريمة بتاعتك. انا بحط بصراحة المية بالتدريج، يعني كوباية الا ربع حطت لها كوباية الا ربع مية، ومية طبعا متلجة، وبعد كده بدأت احط المية بالتدريج، ومش بنزود طبعا المية علشان الحر اللي احنا فيه. التورتايه دي كانت في يوم حر جدا، اليوم اللي كانت درجة الحرارة فيه تقريبا 41، ودي كانت من عواقب شغل التورتايه دي، كانت ليلة صعبة جدا جدا جدا. انا بدأت ان انا اغلف اهوت بقى الكيكة بتاعتي. بص التورتايه لما بتكون او الكيك يكون متجمد في الفريزر وتيجي تقفليه بالكريمة، الكريمة بتقفش عليه كده وتديكي تجليسة ناعمة وسهلة بسرعة. قفلتها بطبقة حلوة كده من الكريمة، وخدت معلقتين بس عملتهم لونتهم كده باللون الاورنج، بدأت احط اللون بالتدريج عشان انا عايزة هي من بره تبقى لونها اورنج. طب هتقوليلي ليه ما عملتيش الكريمة من الاول كلها نفس اللون ده بدل طبقتين؟ هقولكوا بقى ليه. اولا في ناس كتير مش بتحب الكريمة تكون كلها ملونة، علشان هما بياكلوا اللون ده بيطلع كده وبيضايقهم شوية. ثانيا بقى انا بفضل دايما التورتيه تتقفل باللون الثابت اللي هو الابيض او الكريمة الشوكولاتة او الابيض عموما، عشان نحطه في ايه لون تاني، واحط الطبقة الملونة دي من بره خفيفة. لما تيجي بقى تقطعي التورتايه بتاعتك تلاقيها واخدة تدريجات الوان كده من بره لجوه حلوة قوي. الكيك شوكولاتة، الحشو موس فانيليا او موس فراولة بيبقى لونه طبعا اللون البينك، والتغليف بقى واخد طبقات من بره برضو كده كريمة بيضة وكريمة فوقيها ملونة، فتحسي ان في درجات الوان حلوة قوي في قطعة الكيك وانتي واخداها. هبدأ بقى اقفل التورتايه بتاعتي بقى بالكريمة الملونة. بصوا التجليس ناعم جدا وسهل، انا بوزع بحيث ان انا اداري اللون الابيض كله، لان انا مش عايزة يبقى فيه تشبيحة الوان او في درجتين، انا عايزة اللون الاورنج هو اللي يكون سايد على التورتايه بتاعتي. قفلتها حلو كده. كنت جايبه يوميها سكرابر جديد، فقلت ما اجربه بقى على التورتايه دي، هاخد الجنب الضيق شويه وابدا ان انا اسحبه على التورتايه. لكن حصل هنا خطأ، ان انا المفروض السكرابر مشرشر او اللي فيه اي شكل من ده يدوب بيلمس جسم التورتايه لمسه خفيفه. هنا تقريبا انا كنت ضغطت عليه، يعني اتكيت سنه كده، فغرس جوه التورتايه ظهر لي اللون الابيض، وانا ما كنتش عايزه كده خالص، فرجعته تاني. رجعت يعني اللون تاني، بدأت ان انا اسحب اللون البرتقاني او الاورنج ده تاني عليها، حطيت ضفت الوان، ضفت حتة كريمة ملونة، وبدأت اداري اللون الابيض كله، وجبت السكرابر السادة وبدأت ان انا انعمها واجلسها تاني علشان اعيد عليها تاني بنفس السكرابر. انا كان ممكن اسيبها ناعمة من غير اي شكل بره، لكن انا حبيت يكون ليها شكل كده برضو ايه مع الحاجة اللي هتتحط عليها. بدأت ان انا اسحب اهوت كده بالسكرابر. بصوا لو خدتوا بالكم لما بتثبتي ايدك بالسكرابر وانت بتنعمي التورتايه كده، بتلاقي الحرف او الشارب ايدج الحاد بتاع التورتايه. بصوا ثابت ازاي، وما شاء الله عامله يعني الحافه بتاعتها مظبوطه جدا، تجليسه دي دليل ان التجليسه بتاعتك مظبوطه يعني، او التقفيل بتاعك مظبوط. هبدأ بقى ان انا اسحب كل الزوايد دي من بره لجوه، وناخد لحد ما نعدي نص التورتايه بتاعتنا من فوق كده، عشان ما نلاقيش كرف او قبة عالية في النص كده. بص انا مش فارق معايا خالص اللون الابيض اللي ظاهر فوق ده، لان اللون فوق سطح التورتايه ده هيتدرى دلوقتي بحاجات تانية، فمش فارق معايا خالص ان هو يبان الابيض ده، انا كده كده هداريه، وكده كده هنحط ايه صور وحاجات كتير فوق.
فانا كنت بسويها دلوقتي عشان حاسه ان هي عامله قبه كده من النص، وهبدا بعد كده اعمل بقى ايه فيها شكل تاني بالشكل بتاع السكرابر تاني. بس طبعا بقى ايه مش هنتك عليه المره دي، يا دوب يلمس جسم التورتيه لمسه خفيفه جدا، وابدا بقى الف القاعده الدواره. ثبتي ايدك، ثبتي ايدك كويس عشان التجليسه بتاعته تكون حلوه. انا ثبت ايديا ولفيت القاعده، وكان يدوب لمس التورتيه لمسه خفيفه. حتى لما عدت عليها تاني برضو ما ظهرش اللون الابيض، بالعكس يعني ايه عمل تجويفه حلوه من غير اللون الابيض ما يبان. كده بقى انا خلصت، هبدأ بقى ان انا اعمل اكمل بقى ايه الشكل اللي انا كنت مختاره. بصوا في هنا حاجة حابة اقول لكم عليها. لما تكوني هتدربي كريمة باي لون، بعد ما تدربي اللون دخلي الكريمة بتاعتك التلاجة لو اقل حاجة 10 دقايق او ربع ساعة، تاخد برودة. بس لان الحر بصراحة مع التقليب، ما بنقلب الكريمة طبعا بتسخن معانا مع الحر اللي احنا فيه ده. لو انت بتشكلي باي تيب مش هيديكي شكل مظبوط. زي العشب اللي انا عملته ده ما كانش مظبوط خالص، بس طبعا انا كنت مستعجلة جدا جدا جدا، ما كانش عندي اي وقت التبريد. ان انا كل حاجة ادخلها التلاجة، ما كانش في وقت لكده خالص. هبدأ بقى اوزع الطبارات بتاعتي على التورتايه بتاعتنا. انا التورتايه دي يا جماعه انا حكايتها ان هي طلبت مني المغرب، اتسلمت تاني يوم قبل العصر، يعني في اقل من 24 ساعه. ما كانش عندي وقت لاي افكار خالص. يعني الفكره جات لي كده زي ما قلت لكم لما دخلت على برنامج بنترست، وكمان سالت والد الطفل لما حجز معايا التورتايه، سالته هو بيحب ايه وعايز ايه، فقدرت اتوصل لكل ده. الجو كان حر جدا جدا جدا، المكان اللي بتباع فيه الطبارات كان قافل. فضلت وراه بالتليفون لحد الساعة 1 بالليل لما فتح عشان يطبع لي التوبر، لان احنا كنا ليلة خميس، محجوزة الخميس بالليل وهتتسلم الجمعة، فما عندكيش اي تجهيزات. كان يوم صعب جدا جدا. عشان كده هي بالنسبة لي انجاز ان انا ما نمتش. الجو كان حر بشكل رهيب. حاطه مروحتين قدامي وانا بشتغل مش عاملين اي حاجة من شدة الحرارة. حاجة صعبة جدا يعني. فعشان كده هي بالنسبة لي يعني انا فرحانة بيها قوي، وفرحانة ان انا عملتها وحبيتها قوي. بصوا اللي انا بحطه فوق دوت، المفروض ان انا يكون بسكوت، بس انا بسكوت متكسر ناعم، بس انا كان عندي ملفي فكسرته ناعم وحطيته بقى. عملت هو ايه الرملة بتاعت الصحراء كده اللي هيعمل يحصل عليها سباق العربيات بتاعت برق بنزينة دي. وبصوا ملفي كان عامل ريحة روعة في منتهى الجمال مع التورتاية دي. وده بقى الشكل النهائي اللي انا توصلت ليه. بصوا عايزه اقول لكم انا حبيتها قوي قوي، ومن كتر ما انا كنت بشتغلها بحب وحبيتها، حبي ده وصل لهم، وهم كمان اعجبوا بيها وحبوها رغم ان هي سايحه خالص من الحر. اتمنى كمان انتوا تحبوها، واتمنى الفيديو يكون عجبكم.